اسبوع اوروبي مجنون. بايرن بيكسب 6، برشلونه بتكسب 4، ثلاثيه باريس، لندن حمراء في ديربي لندن الشهير، وهزيمه ليفربول. هنتكلم في كل ده، بس الاول اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا. ونبدا بالدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي وبرنتفورد. هو ايه هالاند ده يا جماعه؟ ده مش بني ادم. يعني ايه تجيب 9 تجوان في 4 ماتشات؟ يعني ايه كل ماتش هاتريك في هاتريك في جونين في جونين؟ ليه يا عم انت بتعاملنا كده ليه؟ كل ماتش مفيش غير هالاند، كل ماتش هالاند اللي بيسجل. انت بقيت هداف الدوري واقرب واحد ليك جايب 4 تجوان. ده مش طبيعي يا حبيبي. احنا لعيبه الكوره بيجيب جون كل ماتشين، جونين كل ماتش، لكن ان انت تجيب 9 تجوان في 4 ماتشات دي مش كوره. انت كده بتفتري علينا. برنتفورد بدا الماتش سجل على مانشستر سيتي في الدقيقه الاولى، ويسا جول من عرضيه بتترد من ايد إيدرسون، بيطلع ويسا بيسجلها. مانشستر سيتي مشاكله الدفاعيه ثابته من السنه اللي فاتت، ورا الاجناب فدادين يرمح فيها الخيل ناحيه اليمين وناحيه الشمال. اي كره طويله بتتلعب بتلاقي المساحات دي فراغ سارح في الدنيا. بس جوارديولا عنده هالاند، انت جيب جول انا عندي هالاند. إبسويتش جاب جول في مانشستر سيتي، فريق إبسويتش الصاعد جاب جول عادي. مانشستر سيتي في 3 دقائق جاب 3 اجوان في الدقيقه 12 و15 و16. جوارديولا هجوميا بيعرف يسيطر على الملعب، بيعرف يحكم الملعب ويخليك ترجع غصب عنك. انت سجلت فيها جول من المشاكل الدفاعيه، اوكي ارجع بقى ورا وانا هضغط عليك وافضل ضاغط عليك لغايه اما اسجل. هو كان الاول بيعمل ده لغايه لما يعرف يجيب جول. دلوقتي بقى عنده مكنه قاعده جنبه شغاله. برنتفورد لما سجل في الدقيقه الاولى، هالاند لوحده رجع في الدقيقه 19 والدقيقه 32 سجل جولين، خلص الماتش. ما بقاش فيه كوره، خلاص هالاند مسيطر. لو برنتفورد رجع سجل تاني هالاند هيجيب جولين تاني، فالموضوع بقى صعب قوي علينا. جوارديولا محظوظ بوجود رودري في نص الملعب. رودري كان قاعد بره جنبه، عنده مشكله في الشوط الاولاني، لقى ان نص ملعبه متاخد منه، نزل الكمبيوتر بتاعه. رودري فعلا كمبيوتر، معدل باصاته الصحيحه في الماتش ما بيقلش عن 95%. هل ده طبيعي برضو ان انا يكون عندي واحد بيباصي بنسبه 95% ما بيقلش عن كده، وواحد بيجيب 9 تجوان في 4 ماتشات؟ ايه الحظ ده كله؟ نخرج بقى من السيتي ونروح لليفربول اللي كان بيلاعب نوتنجهام فورست في الانفيلد. ليفربول كسبان اول 3 ماتشات وكلين شيت في ال3 ماتشات، ما دخلش فيها جوان، كسبان ال3 ماتشات، متصدر الدوري مع مانشستر سيتي، والدنيا تمام والدنيا كويسه. بعد التوقف الدولي رجعت بطريقه وبشكل مش معروفين. انت بتلعب الشوط الاولاني بدون اي انياب. محمد صلاح اداؤه مش هو بتاع محمد صلاح بتاع اول 3 جولات. الفريق عموما الديناميكيه مش موجوده، ديناميكيه الفريق في نص الملعب ما كانتش شغاله. سوبوسلاي مع ماك أليستر مش هم اللي كانوا موجودين قبل التوقف الدولي. انت اول هجمه عملتها على نوتنجهام فورست في الدقيقه 24 بعد عرضيه من ماك أليستر، جوتا بيضيعها بطريقه بسيطه وسهله. بقيه الشوط الاولاني ما عملناش حاجه. بدانا الشوط الثاني احنا بنلاعب نوتنجهام فورست اللي بيدربه نونو سانتو. نونو سانتو ده بيعمل ايه؟ انت مش هتعرف تجيب فيا جوان كتير. يعني انت لو كسبت نوتنجهام فورست بتكسبه 1 بالعافيه. الراجل لغايه النهارده لاعب 4 ماتشات، متعادل 2 وكسبان 2، يعني ما خسرش. الراجل ده عنده طريقه ثابته، انت تقف صح تلعب على الهجمه المرتده، وبيعملها بطريقه واحده. كوره طويله لإيلانجا ناحيه اليمين، يستلمها يعكس ناحيه الشمال بانفراد. قبل ما يجيب فيك الجون عملها بدقيقتين، قبليها بدقيقتين عمل الكوره دي بالظبط. لعب الكوره لإيلانجا، كوره اتردت راحت الناحيه الثانيه انفراد، نفس الكوره اللي اتسجلت فيك جول. بعد ما دخل فيك الجون انت ما قدرتش ترجع وما قدرتش تسجل اي فرصه حقيقيه ان انت تجيب منها جول، وبتخسر الماتش في قلب ملعبك ووسط جماهيرك. ونروح لمانشستر يونايتد اللي كان بيلاعب ساوثهامبتون في ملعب ساوثهامبتون. مانشستر يونايتد يا جماعه بيبدا الماتشات بشكل وحش قوي، وحش جدا. مانشستر يونايتد لغايه الدقيقه 35 مضغوط عليه ومحسوب عليه ضربه جزاء، واللي بيلحقوا في الموضوع ده اونانا بيصد ضربه الجزاء، ومن هنا بيحول الماتش 180 درجه. بيبدا مانشستر يونايتد يتحرك اكتر ويكون احسن، وفي ضربه ركنيه بتتلعب شورت كورنر بتترفع لدليخت اللي بيطلع بدماغه، بتترفع لدليخت الصفقه الجديده اللي بيلعبها بدماغه وبيسجل اول جول. بالمناسبه احنا اتكلمنا عن دليخت في حلقه الصفقات، لو ما شفتهاش ارجع شوفها. وبيكمل مانشستر يونايتد اداؤه الكويس جدا في الشوط الاولاني بعد ما كان مضغوط في بدايه الشوط، وبيسجل راشفورد الجول الثاني، وبينتهي الشوط الاولاني 2-0. انت الشوط الاولاني كنت كويس في جزء ووحش جدا في جزء. انت ليه ما بتلعبش الا لما يحصل نقطه تحول في الماتش؟ وده انا باخده على تين هاج ما بيتصرفش او ما بيديش تعليمات معينه الا لما بيلاقي ان الوضع بيسيب من تحت ايده. انت لو كان دخل ضربه الجزاء دي او الفرص اللي حصلت في بدايه الشوط كان الماتش اختلف تماما. وبيخش الشوط الثاني وساوثهامبتون بيحاول يرجع في النتيجه، وبيخش الشوط الثاني وساوثهامبتون بيحاول يرجع، لكن على مين؟ ونانا كان مركز جدا وكان بيشيل كور مهمه جدا. بيسجل الهدف الثالث جرناتشو لمانشستر يونايتد والماتش بيخلص 3-0
فوز كويس وفوز مريح لمانشستر يونايتد هيفرق معاه في اللي جاي، واتمنى الفتره الجايه تين هاج يشتغل على المشاكل اللي موجوده في الفريق. ونروح لتشيلسي وبورنموث. بورنموث كان بيلاعب سانشيز لوحده. سانشيز ضربه جزاء صدها، 7 فرص محققه صدها، كور في العارضه صدها. يعني سانشيز بيصد بايده والعارضه بتصد معاه. تشيلسي عمل هجمتين سجل منهم الجول اللي كسب بيه الماتش. هو ده تشيلسي اللي صارف 2 مليار ونص في اخر سنتين. تشيلسي المفروض عنده لعيبه كبيره وعنده لعيبه كتير ومتنوعه، لكن ما ينفعش ان انت بتكون بتلاعب فرقه في تلت الجدول الاخير وتكون الفرقه دي طول ال90 دقيقه ضغط عليك ويكون نجم الماتش الاول سانشيز. كمان تاني حاجه انا عايز اعرف هو مين اللي بيسلم جايزه احسن لعيب في الماتش، لان ما ينفعش ان بعد اللي عمله سانشيز ده كله الاقي سانشو هو اللي واخد جايزه احسن لعيب في الماتش. سانشو كان بديل، عمل الجول بس كان بديل، نزل الشوط الثاني. سانشيز شايل الفرقه من اول دقيقه لاخر دقيقه. فريق تشيلسي محتاج يشتغل على نفسه ومحتاج يغير الافراد اللي تبدا تديله الاستحواذ في الملعب وتديله الاداء الافضل. انت مش هينفع تعتمد على نفس الافراد وبنفس الافكار. الافكار دي لازم تتغير علشان تديك ناتج مختلف. خلصنا تشيلسي ونروح لديربي لندن، ارسنال وتوتنهام. ارسنال عنده غيابات كتير في نص الملعب، متهيألي الفرقه ما تستحملش الغيابين دول. اوديجارد ورايس بيتحكموا في رتم ارسنال بشكل كبير. كمان ده خلى ان مارتينيلي يبدا، ومارتينيلي بقى عنده مشاكل نفسيه وعقليه في الملعب، بيضيع حاجات وبيتصرف تصرفات محدش فاهمها. توتنهام فريقه كامل، حتى النواقص اللي كانت عنده اشتغل عليها وبقت موجوده. يعني الاصابه اللي كانت عند سولانكي بقى سليم ورجع وبقى موجود. انت ما عندكش غيابات، فريقك كامل. ودوجي ناحيه الشمال، بيدرو بورو ناحيه اليمين، جونسون قدام وسون وسولانكي، فالفرقه كامله. ماديسون تحتيهم، وماديسون ده انا بشوفه من اهم اللعيبه في الدوري الانجليزي ومش واخد حقه. بس في نفس الوقت ما تقلبش الماتش عركه، انت قلبت الماتش عركه في نص الملعب، وده كان في صالح ارسنال، لان ارسنال عنده نقطه بيعرف يكسب بيها وهي الضربات الثابته. الراجل ارتيتا ده جاب مدربين ضربات ثابته، كان عنده واحد خلاهم 3 علشان يشتغل على ماتش زي ده. لما يكون الماتش متقفل وماتش جامد وطف قوي كده وانت قالب الماتش خناقه، انا اعرف احله بضربه ثابته واحده. وده اللي حصل، ان انت كورنر بيتلعب يطلع جابريال يحط جول، الماتش خلص على كده. انت بعد الجول ما قدرتش تعمل فرصه واحده على ارسنال رجع تحت الكوره، وقف قفل لك الملعب، انت مش قادر تتحرك، خنقك بالمعنى الاصح في الكوره، ان انت ما بقاش عندك اي حلول. نزلت الصفقات الجديده اللي منهم اودوبيرد، الصفقه الجديده ليك اللي لعب ناحيه اليمين مكان جونسون وعمل ماتش كويس جدا، بس هو مش لاقي حلول معاه. الفريق مش عارف يقدم اي حاجه يعرف يجيب بيها جول. فبصراحه ارتيتا عمل ماتش ممتاز بالنسبه له في كميه النواقص اللي حاصله في الملعب. ده كمان في اخر 10 دقائق خسر نجم الفرقه ساكا. بوستيجوجلو محتاج يشتغل على الفريق ومحتاج يعمل له ديناميكيه في الملعب يخليه يعرف يخلق فرص. نطلع من انجلترا ونروح على اسبانيا ونبدا مع برشلونه. يميل يامال ده ملوش حل، لعيب جميل. هو ده 17 سنه عشان انا مش متاكد من الموضوع ده. الواد بيعمل كل حاجه في الملعب، اسيستات تعالى، باصات خد، اجوان واجبها، تعليمات وبقول للمدرب حاضر. ايه ده مش 17 سنه. انا مش مقتنع بالموضوع ده. هانز فليك مدرب محترم قوي، خلى فريق برشلونه فريق مباشر لدرجه مش طبيعيه. فكره ان انا اكسب بارقام، الماتش اللي فات اكسب 7، الماتش ده بلاعب جيرونا فاكسب 4، لا انت كده خليت الفريق ليه شكل في الملعب، ليه اداء شرس. النهارده يميل يامال في اول كوره بيضغط على المدافع. يميل يامال اللي بدنيا مش قوي بيضغط على المدافع وبياخد الكوره وبيسجل. بعدها ب7 دقايق في كوره بتتشاط على مرمى جيرونا بترجع على ال18 ليميل يامال اللي بيركنها ولا كانه بيلعب بلياردو. الواد عنده ثقه في نفسه والله ما عارف جايبها منين. وبيبتدي الشوط الثاني ومع اول دقيقتين برشلونه بتسجل الهدف الثالث، داني اولمو. يعني بمعنى اصح الماتش انتهى، وبعد وقت قليل بيسجل بدري الهدف الرابع. الماتش اللي فات 7 والماتش ده 4، هو برشلونه راجع ولا ايه؟ وبعد شويه جيرونا بيسجل هدف حفظ ماء الوجه وبيخلص الماتش 4-1 لبرشلونه. ونروح للملكي ريال مدريد اللي كان بيلاعب ريال سوسيداد. وريال سوسيداد كان عامل اداء ممتاز في بدايه الشوط الاولاني اللي كان ممكن يجيب جول واثنين وثلاثه بكل اريحيه، ولكن انشيلوتي وفريق ريال مدريد كانوا محظوظين ان كورتوا كان بيشيل والعارضه والقايم بيشيلوا كل ده قبل لما ريال مدريد يسجل. طب ريال مدريد كان بيعمل ايه في الملعب؟ ريال مدريد كانت كل خطته ان انا اوصل الكره لامبابي. امبابي يتصرف، يعمل كره عرضيه، يعمل كره طوليه، يشوط يجيب جون، يشوط يجيب بيلين، وهو ده اللي حصل. اردا جولير بيشوط كره بتيجي في ايد المدافع بتتحسب ضربه جزاء، بيخش فينيسيوس بيسجلها. بعدها ب5 دقائق ضربه جزاء ثانيه بيخش امبابي بيسجلها. لكن ريال مدريد فين من الماتش؟ مفيش فرص، مفيش اداء
اداء دفاعيا نص الملعب ضايع. انشيلوتي محتاج ان هو يشوف الفريق محتاج ايه ويشتغل عليه. نص الملعب مش هيشيله مودريتش بقى عدى ال 40 سنه. توني كروس مش موجود. انت محتاج تشوف اللعيبه الصغيره هي اللي تبقى موجوده، اللعيبه الكبيره دي تاخد دقايق. انت محتاج تشتغل على الفريق في الجوانب الهجوميه، لان انت ما بقاش الباكين عندك بيطلعوا بيهاجموا بالشكل المطلوب. انت بقيت معتمد ان الكره توصل لفينيسيوس او لمبابي، وهم هيعملوا اللي اللعيب بيعمله، بيطلع منه فكر شخصي، مفيش تكتيك مفيش اداء. ريال مدريد لو كمل على كده هيضيع الدوري من ايده. ومن الدوري الاسباني نطلع على المانيا. بايرن ميونخ بيدوس على اي حد. كان بيلاعب فريق وكسبه 6-1. الفريق ده اسمه هولستين، اللي بايرن من اول 14 ثانيه بيسجل الجول الاول، في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس في السادس الماتش خلص. انت مش محتاج تكمل بقى مع بايرن وتشرح تكتيك واداء. الناس دي ما بترحمش، وعلشان هم ناس كرفه جدا سابوا الفريق الغلبان ده يسجل جول وخلص الماتش 6-1. ومن المانيا يطلع على باريس سان جيرمان، اللي كان بيلاعب فريق بريست وكان متاخر قدامه 1-0 من ضربه جزاء، ولكن باريس سان جيرمان فريق كبير بيقدر يرجع بيسجل جول والثاني والثالث، والماتش بيخلص 3-1 لباريس سان جيرمان. وبكده اكون نقلت لكم اهم الاحداث اللي حصلت في الاسبوع الاوروبي المجنون ده. في الاسبوع وبكده اكون نقلت لكم اهم الاحداث اللي حصلت في الاسبوع الاوروبي المجنون ده. بس ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. وانا ديبو وده ما لعبتش كوره.